أقول وداعا قريح الجفون وخلجات قلب تزيل السكون. تجملت بالصبر لكن دمعي كما ماء سد تفيض العيون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة مصابنا كبير في شيخنا الجليل رحمه الله، وبمثله يجب ويطيب الرثاء، ولكن إن لم تسعفني الحروف بعد فإننا نرى في شيخنا ولا شك أبا روحيا لنا جميعا، وقد نهلنا كثيرا من توجيهاته وإرشاداته رحمه الله وجزاه الله خيرا. ولذلك دعوني أقرأ أبياتي في رثاء الأب، ونسأل الله أن يتقبلها في الشيخ وفي آبائنا جميعا. وأقول: لو أمطرت ذهبا من بعد ما ذهب لا شيء يعدل في هذا الوجود أبا. لو أمطرت ذهبا من بعد ما ذهب لا شيء يعدل في هذا الوجود أبا. ما زال في جبهتي من عطر قبلته، ما زال يطعمني التفاح والعنب، ما زلت في حجره طفلا يلاعبني تزداد بسمته لي كلما تعب. لم يحن ظهر أبي ما كان يحمله، لكن ليحملني من أجل ينحدب، وكنت أحجب في نفسي مطالبها فكان يكشف عما أشتهي الحجب. أغفو وأمنيتي سر ينام معي أصحو، وإذ بأبي ما رمته جلب. كفاه غيم وما غيم ككف أبي، كفاه غيم وما غيم ككف أبي. لم أطلب الغيث إلا منه من سكبا. يا ليتني خاتم، يا ليتني خاتم في خنصر، وكما قد شئت يا أبتي قلبته انقلبا. يا ليتني الأرض، يا ليتني الأرض تمشي فوقها فأرى من تحت نعلي كأني أبلغ الشهب. مهما كتبت به شعرا فإن أبي في القدر فوق الذي في الشعر قد كتب. يا من لديك أب، يا من لديك أب أهملت طاعته، لا تنتظر طاعة إن صرت أنت أبا. فالبر قرض إذا أقرضته لأب يوفيكه ولد، والبر ما ذهب لا تنتظر موته، لا تنتظر موته. صل في الحياة أبا لا ينفع الدمع فوق القبر إن سكب. رحم الله شيخنا ورحم آباءنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.